السلام عليكم اصدقاء. اليوم غندوي على واحد السيد سميتو بوبي جو كان مجوج بالزوجه ديالو وكيبني في الحياه ديالو هو وياها بخير وعلى خير، ولكن واحد النهار غيدير واحد الكسيده والحياه ديالو غادي تقلب 180 درجه، غيولي عدواني للبشر، غادي تسيف السيستيم ديال عقله غيتقلب. خليكم معنا باش تعرفوا شنو وقع لبوبي مورا الكسيده وشنو ولا كيدير في الحياه اليوميه ديالو. المهم هاد القناه مختصه في قصص وقضايا واقعيه، الا كيعجبك هاد المحتوى ديال القصص راك تتشمى. بوبي جوي تزاد في 1953 في فيرجينيا ودوز واحد الطفوله صعيبه شويه. والديه تفارقوا وهو مازال صغير، الاب ديالو سميتو جوي والام ديالو سميتها لويلا، وبوبي غيكمل حياته مع الام ديالو. بوبي فاش كان كيقرا في الابتدائي سقط شحال من مره وكان كيتعرض للاهمال من اقرب الناس ليه اللي هي الام ديالو. الام ديالو كان الهم ديالها الوحيد هو الخدمه، وكانت كتخدم في البيران الله يعفو. وماشي غير هادشي، الام ديال بوبي شحال من مره فاش كانت كترجع من الخدمه كتجيب معاها الرجاله للدار وكيسهروا وسط دارها، وولدها ما كانش عاطيه اهتمام وما ضارباش ليه الحساب، وولدها واخا باقي صغير لاحظ هادشي كامل. وهادشي اللي كانت كدير امو غيخلي بوبي يحقد على جميع النساء وغيولي يقول انهم كاملين بحال هادي الام ديالي وشوف كيفاش كتعامل معايا، ما على بالك النساء الاخرين. المهم بوبي فاش غيدير 13 سنه غيتعرف على واحد الدريه سميتها سينيتا، كانت بنت جيرانهم، وغيكون كيلعب هو وياها كيحفظ هو وياها، يعني بنت دربهم صديقه ديالو. وغادي تدوز الايام حتى العام 1974 بوبي غتولي في عمره 22 سنه وغيتزوج بهاد الدريه بنت دربهم اللي سميتها سينيتا. المهم بوبي وسينيتا كانوا فرحانين حيت مجموعين مع بعضياتهم وكانوا كيدوزوا احسن ايام ديال الحياه ديالهم، وغير رزقهم الله بجوج وليدات دري ودريه، وكانوا فرحانين بهم ما تخيلوش قداش. ولكن هاد الفرحه ما غاديش تطول. بوبي واحد النهار كان جاي من الخدمه ديالو على الموطور وهو يدير كسيده مع واحد الطوموبيله، ومورا هاد الكسيده بالضبط بحال هزيتي شخص وحطيتي شخص، بوبي الدماغ ديالو بحال تخلخل ليه شويه، ولا شخص واحد اخر، ولا عنيف بزاف. وهنا غيبداو المشاكل. الزوجه ديالو سينيتا ولات كتشتكي منه بزاف، السيد ولا عنيف لواحد الدرجه كبيره بزاف وللاسباب تافهه، وحتى الولاد ديالو ما سلموش منه، ولاو كيديروا غير شي حاجه ولا كينوضوا يلعبوا مع بعضياتهم كينوض كيسلخهم بالعصا. المهم ولا معيشهم في الجحيم. والزوجه ديالو ما قدراتش تحملوا بهذه الشخصيه وهي دفعت الطلاق للمحكمه في عام 1980 وطلقوا. ومن بعد الطلاق بوبي غينتقل باش يعيش مع واحد الصديقه ديالو سميتها شارون ريتشارد، وغيدوز معها 3 سنين. ولكن مورا هاد 3 سنين هاد السيده شارون غادي تتهم بوبي باللي اغتصبها، وكان بعض المرات كيدخل السكران وكيضربها ضرب عنيف. وهذا الشيء وقع في عام 1983. والبوليس فاش جاو يحققوا معاه غيلقاو بوبي كيصيفط واحد الصور زائد 18 لواحد الدريه باقا قاصر، وفاش تبتوا عليه هادشي غيصيفطوه وغيدوز الحبس، ولكن غيدوز واحد المده صغيره ما غيدوزش شي مده كبيره بزاف. وبوبي من بعد ما غيخرج من الحبس في الواقع كان خاصو يعرف الغلط اللي دار وينسى الماضي ويبغي يبني حياته من جديد. ولكن بوبي كان دخل بوجادي وبغى يخرج مجرم خطير عاد ما بغى يطلع النيفو، وهي طيح عليه واحد الفكره اللي غيبدا بها المسيره ديالو، ولا كيستهدف دوك البلايك اللي كيكونوا معلقين في الشارع ديال شي واحد باغي يبيع شي حاجه ولا شي واحد باغي يكري شي حاجه وكيكون حاط النمره ديالو تحت من ديك البلاكه. المهم بدا كيدور في المدينه كيقلب على دوك البلايك، وبالفعل غيلقى واحد البلاكه ديال شي واحد باغي يبيع شي دار. فاش غيعيط في ديك النمره غادي تجاوبو مراه. هنا بوبي غادي يفرح، دوا مع المراه قال لها راه بغيت نجي نشوف الدار لعل وعسى تعجبني وناخذها عندك. وبوبي غيتلاقى مع المراه ودخلاتو باش توريه الدار. بوبي وسط الدار كيبهون كيشوف واش كاين شي واحد، من يعرف ما كاين حتى شي واحد هنا غادي يستغل الفرصه وغيشد ديك المراه غادي يغتصبها ومن بعد غادي يهرب. ولكن هاد المراه طلع عندها الزهر حيت ما قشلهاش. والجريمه الثانيه اللي غيدير في شهر ماي عام 1984 في واحد الشارع سميتو نيبراسكا، بوبي غيكون غادي بالطوموبيل وغيوقف على واحد السيده سميتها لانا، غيقول لها واش نوصلك. السيده ما كانش من العاكزين غادي تطلع معاه وهما غاديين بجوج في الطوموبيل. بوبي كيلاهي فلانا بالهضره، ولانا ما غتحس براسها حتى غتلقى راسها وسط واحد الغابه. ولانا فاش حسات بالقالب بدات كتغوت وبغات تهرب، لقات راسها روطار. بوبي جبد واحد الموس بدا كيهدد فيها وربطها من ايديها واغتصبها، وما مشى حتى خنقها وقتلها، عاد هرب بحالاته. وغدوز ايامات قليله البوليس غيلقاو هاد الجثه هادي. ومن بعد هادشي بوبي ما تبعوه بوليس، ما جاو عنده بوليس، حتى شي واحد ما عاقبيه، وهو يقرر باش غيدير الجريمه الثالثه. المهم هاد الجريمه الثالثه كانت مع واحد السيده سميتها ميشيل سيمس، وهاد السيده ميشيل كانت من بنات الليل. المهم بوبي هز الطوموبيل ديالو وقصد ديك البلاصه فين كيكونوا وتفاهم مع السيده طلعت معاه. فاش شدوا الطريق بجوج
السيده ما حسات براسها حتى لقات راسها حتى هي وسط الغابه، وفاش لقات راسها روطار ما عندها فين غتهرب ولا ما عندها شكون اللي غادي يعتقها، بوبي غيدير ليها بحالها بحال الجريمه الثانيه، جبد الموس هددها ربطها من ايديها وهو يغتصبها ومن بعد خنقها. وغادي تدوز غير ايامات قليله البوليس غيلقاو الجثه ديال ميشيل وغيلقاو معها واحد الحاجه اللي غتفتح لهم الخيط ديال البحث. لقاوها مربوطه بواحد الحبل، والجريمه الثانيه حتى هي مربوطه بنفس الحبل. هنا عرفوا راسهم كيتعاملوا مع نفس الشخص، وهذا ماشي شفار اللي كيرتكب هاد الجرائم، حيت كاع الاغراض الشخصيه ما كيتشفروش كيبقاو مع الجثث. عرفوا راسهم باللي كيتعاملوا مع قاتل متسلسل. وغادي تدوز غير 17 يوم على الموت ديال ميشيل، البوليس غادي يلقاو واحد الجثه اخرى ميته، وهاد السيده كان سميتها اليزابيث. وفاش فحصوا الطريقه باش ماتت لقاوها حتى هي ماتت مخنوقه وبنفس الطريقه اللي ماتوا الموتى اللي قبل منها. هنا عرفوا راسهم باللي هاد السيد اللي قتل اليزابيث هو اللي دار دوك الجرائم اللي قبل. وبوبي مازال ما نعلش الشيطان، مازال باغي يقتل وباغي يصفيها للضحيه ديالو الخامسه. بوبي شنو ولا كيدير؟ ولا مع ديك 4:30 ديال الصباح كيهز الطوموبيله ديالو وكيمشي كيقصد البيران، كيكونوا الدريات خارجين من البيران. المهم واحد النهار دار نفس الشيء، مشى مع 4:30 تلاقى مع واحد الدريه طلعها، هي كتسحب راسها غادي تمشي معاه للدار، ولكن حتى هي ما حست براسها حتى لقات راسها وسط الغابه. وهاد السيده كان سميتها شانيل وكانت صحيحه شويه، والدريه عايقه وفايقه. فاش شافت راسها وسط الغابه عرفت شي حاجه ماشي هي هذيك، وهي تنوض بغات تضارب معاه. وهو فاش شاف السيده صحيحه وشافها كتقاوم هو جبد السلاح ديالو وتير عليها في عنقها قتلها. وبوبي بقى مكمل في المسيره ديالو كيبلبل فيها. وغادي تدوز شهرين البوليس غيلقاو واحد جوج ديال الجثث، لقاو واحد السيده سميتها كيمبرلي وسيده سميتها كيرين. وفي شهر نوفمبر 1984 بوبي غيدير واحد الخطا اللي غيحش ليه الركابي ديالو. كان غادي في الطوموبيله ديالو، ما عرفتش واش كان سكران ولا كان مخدر ديال بصح. غتبان ليه واحد الدريه في عمرها 17 عام سميتها ليزا غادا فوق البيكالا ديالها. شنو غيدير بوبي؟ غينزل قدامها غيدفع الدريه غيطيحها وغيهزها غيدخلها للطوموبيل غيختطفها وغيديها معاه ديريكت للدار ديالو. وراكم عارفين شنو غيدير؟ غيشدها غيغتصبها وغيعاود يدير غلط اخر اللي غيحش ليه عاوتاني الركابي ديالو. واش حن فيها واش كان مخدر الله اعلم. في الليل غيشد ديك الدريه ليزا وغيحل الباب وغيقول لها سيري بحالك. وبوبي غيكمل في الجرائم ديالو وغيقتل واحد الدريه سميتها فيرجينيا ودريه اخرى سميتها كين. ولكن ما تنساوش ليزا النهار اللي طلقها فيه النهار اللي علمات البوليس. والبوليس فاش جاو ليه لديك الدار ما لقاوهش، لقاوه خوا ولقاوه كان غير كاري تمايا. ولكن ليزا عطاتهم المواصفات ديالو والمواصفات ديال الطوموبيله ديالو. والبوليس كانوا متاكدين باللي هذا الشخص اللي جاو كيقلبوا عليه هو الشخص اللي دار هاد الجرائم كاملين، حيت هادشي كامل وقع في عام واحد. والبوليس ما غاديش يعطلوه. نهار 16 نوفمبر 1984 البوليس غيلقاو القبض على بوبي وشدوه في قاعه السينما، كان كيتفرج في السينما، دخلوا عليه قبوا عليه وداوه للكوميساريه. وفاش قلبوا الطوموبيله ديالو غيلقاو في الكوفر بنفس الحبوله اللي كانوا كيلقاو الضحايا مربوطين بهم. هنا هاد الدليل الاول اللي لقاو. والدليل الثاني اللي غيلقاو البوليس عند الضحايا كانوا كيلقاو في السبرديلات ديالهم ولا في الصبابط ديالهم واحد الصغيبات صغيورين ديال شي طابيه. المهم البوليس فاش خداو الطوموبيل ديال بوبي خداو واحد العينه من ديك الطابيه اللي كتحط عليها رجليك، وفاش قارنوهم مع ديك اللي عند الضحايا طلعوا مطابقين مع بعضياتهم. هنا البوليس عرفوا باللي هاد الشخص هذا هو اللي دار هاد المشاكل كامله. واصلا فاش جابوا ليزا وواجهوها معاه قالت لهم هاد السيد هو اللي اختطفني واغتصبني. وغتبدا المحاكمه ديال بوبي في ابريل 1985 وغادي يتهموه بالاغتصاب والقتل العمد وترهيب الناس وغادي يحكموا عليه بالاعدام. ولكن هاد الحكم ديال الاعدام حكموا عليه غير على حساب البنات اللي لقاوهم البوليس ميتين ولا دوك الضحايا اللي لقاوهم البوليس، حيت من بعد الحكم ديالو هو اعترف باللي قتل 8 ديال العيالات البوليس ما لقاوش ليهم كاع الاثار. ومن بعد المحكمه حاكمته حتى على هاد 8 اللي اعترف بهم اللي البوليس ما لقاو ليهم حتى شي اثار. وتقريبا كانت عنده شي 20 ضحيه، شحال من وحده اغتصبها وقتلها تقريبا شي 20. وفي عام 1986 غيخرج الحكم النهائي ديال بوبي وغيحكموا عليه بالاعدام بالكرسي ديال الضوء. ولكن ما غاديش يعدموه في ديك الساعه، غيبقاو مطولين الحكم ديالو وماشي عام ولا 3 سنين ولا 5 سنين، بقى 33 عام وهو في الحبس. عاد حكموا عليه بالاعدام، ولكن ما غيكونوش عدموه بالكرسي الكهربائي، حيت الكرسي الكهربائي كان شحال هادي
دابا حنا في عصر التطور، غيكونوا قتلوه بالبرا القاتله، غيكونوا داروا ليه برا وقتلوه، والنهار اللي مات فيه كان 23 ماي 2019. وعرفتوا شكون اللي حضر الاعدام ديالو؟ الاعدام ديالو حضرت ليه ليزا، الدريه الصغيره اللي كان اختطفها واغتصبها، وبالفعل وافقت لها المحكمه وحضرات النهار اللي غيتعدم فيه بوب. المهم هنا كيسالي هذا الفيديو، كنقول لك تهلا في راسك ولا تهلاي في راسك، ونتلاقاو في فيديو جديد.